يعني اقلبها كده وانزلها علشان خاطر ايه تنزل كلها، واشتغل ايه ابتدي ان انا اعجن الكحك. بقلب كويس عشان لو في اي رواقد او رواسب، واروح نازله بيها. وهنا ببتدي ان انا اقلب بايدي عشان خاطر اشرب العجينه السوائل اللي دخلت. تمام. طبعا في دقيق عن دقيق، يعني ممكن في دقيق يتقبل سوائل زياده فيبقى محتاج شويه سوائل زياده، ماشي. وفي دقيق خلاص بيبقى كده اكتفى. طبعا ايه دي بتختلف من دقيق لدقيق، يعني الدقيق بتاعي مش زي الدقيق بتاعك. تمام. فاحنا بعد ما نخلص العجينه برضو هنعمل لها تيست واختبار، فلو احتاجت سوائل هنحط، ما احتاجتش خلاص. تمام. انا هنا قعدت ادخل كده ايدي واشتغل في العجينه لحد ما العجينه شربت كل السوائل بعد ما عجنتها كويس، وبقت معايا بالشكل ده. تمام. فانا دلوقتي ايه هبتدي ان انا اعمل لها مرحله الاختبار، اشوف هي محتاجه سوائل او محتاجه ان انا ازود لها سمنه. تمام. فانا اهو وانا بعمل اهو في العجينه حسيت ان فيها تشقيقه خفيفه، يعني وانا شغاله كده حسيت ان فيها تشقيقه خفيفه، فرحت مزوده معلقتين من السمن. تمام. ورجعت عجنت ورجعت عملت الاختبار لقيتها خلاص تمام ظبطت مفيش اي تشقيق. فانا كمان زودت معلقه سمنه او معلقتين، معلقه كبيره او معلقتين وسط يعني. تمام. لان حسيت ان فيها تشقيقه خفيف، ورجعت عجنت تاني وعملت الاختبار لحد ما بقت زي الملبن في ايدي وما بقتش بتشقق خالص. انا مش هسيبه يخمر، انا هشتغل على طول لان انا عامله كل حاجه على السخن، ودي خميره فوريه مش خميره بيره بيره، فانا هشتغل على طول. لو خميره بيره بيره هستنى شويه. دي دلوقتي بعد ما عملت الصاج الاولاني ودي النقشه اهي، خلصت ونقشت كده. النقشه مش هتروح، لو انت سبتيه يخمر النقشه هتروح وينفخ وهتلاقي اسود وطعمه وريحته بقى غريبه. تمام. فانتي ما تسيبيهوش يخمر على طول. خلصتي العجينه سيبيها ترتاح 10 دقايق بس على ما تجهزي الصاج والمكان اللي هتشتغلي فيه، وابتدي اعملي الكحك، وابتدي على طول ان انتي اخبزيه. طبعا ده اول صاج اهو. طبعا خبزته على نار متوسطه 180، هي ما كانتش 180، هي كانت 175 او 170، لمده من 25 دقيقه ل 30 دقيقه. طبعا انتي بوتاجازك غير بوتاجازي، يعني انتي لو عندك انبوبه هيستوي اسرع، انا عندي غاز طبيعي. تمام. فانتي لو النار تبقى على الوسط تحطيه في النص، ماشي، وان النار تلف في البوتاجاز بتاعك، وان هو تنك معاه لحد ما يستوي. لو استوى من تحت ومن فوق لسه ابيض ممكن تولع لي الشوايه شويه. انا بالنسبه لي ما احتاجتش، ليه؟ لان هو استوى من فوق واستوى من تحت. بصوا التسويه من تحت عامله ازاي ومن فوق عامله ازاي. تمام. طبعا انت بتطلعيه هو لما بيهدى لونه بيغمق شويه، انت بتقولي ده لسه عايز يحمر تاني، لا هو انت لما بيهدى شويه بياخد بقى لونه الحمار بتاعه ويخ. لو انا غمقته عن كده هيغمق قوي. فانا بحب الكحكه كده تبقى مظبوطه وفاتحه منوره في العين كده. تمام. عندك